أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، يقول ربنا الكريم في كتابه العزيز: وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم. معشر المسلمين، خلال هذه الأيام المباركة بدأت رحلات الحجاج إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج. هذه العبادة يجب أن تؤدى بعلم ومعرفة، لا بالتقليد. ولهذا يجب على كل حاج قبل ما يسافر يتعلم ما ينفعه من المناسك باش يؤدي الحج ديالو خير أداء، ويكون الحج ديالو حجا مبرورا. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فهو خير هاد لنا، القائل: خذوا عني مناسككم. حجاج بيت الله الحرام، أول ما تبدأون به عند وصولكم الميقات. الميقات هو أبيار علي بالنسبة للمغاربة. غادي اغتسلوا تم، وتلبسوا لباس الإحرام اللي كيدل على المساواة والتواضع. بعد لباس الإحرام غادي تصليوا ركعتين بنية سنة الإحرام. هذه النية سنة الإحرام اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، كما روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين. بعدها تشرعون في التلبية: لبيك اللهم لبيك. التلبية كتعني إجابة دعوة الله. وهذه التلبية طبعا بالنسبة للأغلبية الناس اللي كيدخلوا بالتمتع خصو ينوى العمرة، لبيك اللهم عمرة. واللي كيدخل بالحجة مباشرة هذا كينوى بالحج. ولكن الناس اللي كتمشي بالتمتع، هذه التلبية هذه كتكون بنية العمرة: لبيك اللهم عمرة. التلبية كتعني إجابة دعوة الله حين دعا الخلق ديالو إلى بيته بقوله: وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فجئت الآن أيها الحاج، جئت تقول لربك بهذه التلبية، كدعني أنك تقول لربك: سمعا وطاعة لك يا رب، أنا لقد لبيت الدعوة. وهذه الطاعة هي مظهر من مظاهر توحيد الله تعالى والإيمان به، كما سبقت الإشارة في الجمعة الماضية. دليل على التوحيد. كتلبي بصوت مرتفع، وما كتقطعش التلبية حتى توصل إلى مكة. حين توصل إلى مكة، أول عمل يجب القيام به هو الطواف ببيت الله الحرام، اللي جعله الله سبحانه وتعالى من شعائره ومن مناسك الحج والعمرة اللي كتب الله على عباده، فقال: وليطوفوا بالبيت العتيق. ولهذا كان الطواف بهذا البيت هو قربة إلى الله، قربة إلى الله. كذلك بالنسبة للصفا والمروة، كما جاء في قوله سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أما الطواف بأي بناء آخر على وجه التعبد راه شرك بالله أيها الأخوة الكرام. اللي سمعنا في الجمعة الماضية، وهذوك الناس اللي كيتمسحوا بالأضرحة ويمشوا يزوروا الأضرحة، راه هذاك الشرك بالله. وكنقولها وكنعاود: روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. أخي الحاج، كتبدا الطواف ديالك بالبيت ومن الحجر الأسود، كتوقف بغرة الحجر الأسود في الركن الحجر الأسود، وكتكبر وتستلم الحجر وتقبله مع الإمكان. استطعتي تقبله مزيان، ما استطعتي شيء غتستلموه، ما استطعتي شيء بعد وشير له، والله سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع دون أن تؤذي غيرك. والحكمة من تقبيل الحجر هي تجديد بيعة مع الله. راك انت حين كتقبل ديك الحجر ولا كتستلمه ولا كتشير له، راك انت كتجدد البيعة مع الله على أنك ستلزم طريقه وتعاهده على الطاعة. وما فهموش مس الحجر الأسود هو كالتمسح بديك الأضرحة وديك، لا 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 لا, لا، راه بعيد على ديك التمثيل هذا. كيقول سيدنا عمر رضي الله عنه في حق هذا الحجر، كيقول: والله إني أعلم، كيتكلم عن الحجر كيقول: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ما قبلتك. كتبدا الطواف ديالك أمام هذا الحجر، بعد ما كترفع يدك اليمنى
وكتكبر 3. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طبعا بعد أن تنطبع. شنو الانطباع؟ الرداء ديالك ديك الفوطة كتعملها تحت يدك ديال اليمين، تحت الإبط ديالك الأيمن، والشق الآخر كتسيبو على الكتف ديال اليسار، كتعري الكتف ديال اليمين، وكتجعل الكعبة على اليسار ديالك، وكتبدا الطواف. كتطوف بالكعبة 7 الأشواط، وكتسرع شوية في الأشواط الثلاثة الأولى، كترمل، كتسرع شوية في الخطى. والحكمة من هذا الانطباع، ديك التعرية ديك الكتف وديك الرمل، شنو هي الحكمة منه؟ أنهما سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة من أجل عمرة القضاء. كان المشركون في مكة يقولوا بأن غادي يجوا واحد القوم قد وهنتهم حمى يثرب، فيهم الحمى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالرمل باش يبينوا للمشركين القوة ديالهم والصبر ديالهم، ويعلنوا بأن الإسلام دين قوة وعزة، وأن المسلم ما كيضعفش أمام الأعداء. فظلت هذه السنة تعبدا واقتداء رغم زوال العلة. رغم زوال العلة معناه ما كاين لا أعداء، ما كاين لا برد لا حمى، ولكن بقات هذه السنة تعبدا واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. عند الطواف أخي المسلم غادي تستلم الركن اليماني وما تقبلوش. الركن اليماني هو اللي جاء قبل الحجر الأسود. حين توصل له تبدا من الحجر الأسود نمشي للركن الثاني والركن الثالث، الركن الرابع هذاك هو الركن اليماني، وما تقبلوش. وحين توصلنا للركن اليماني، من الركن اليماني حتى الحجر الأسود، حتى الركن الحجر الأسود غادي تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في كل شوط، كل شوط عاود ضرب دورة ثانية، عاود نفس الشيء، عاود 7 الأشواط كل شوط. عند الطواف ادعو بما شئت وقرا ما شئت. حتى واحد ما يحجر عليك يقول لك لا خصك تقول الدعاء، تقول لا لا لا، الدعاء اللي وارد هو هذا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، من الركن اليماني الحجر الأسود. أما شي حاجة أخرى ادعو بما شئت وقرا ما شئت. وهذا الطواف كيكون بنية العمرة لمن أحرم بالعمرة. كاين شي طواف القدوم، طواف القدوم بالنسبة للحج، أما هذا طواف العمرة لأن تدخل فيه التمتع، كيتسمى بنية طواف العمرة. وبهذا الطواف أخي المسلم راك كتعبر على الذل ديالك والخضوع ديالك لله رب العزة سبحانه وسبحانه. بعد الطواف غادي نمشي لمقام إبراهيم وتصلي ركعتين عملا بقول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. من بعد غادي نمشي لزمزم، وما أدراك ما زمزم، ماء فيه شفاء وبركة فهو لما شرب له، وادعو هناك بما شئت. بعد زمزم غادي تسعى بين الصفا والمروة، وغادي تبدا بالصفا بحال اللي بدا بها الله سبحانه وتعالى بقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، وغادعو بينهما بما شئت. أنت ماشي من الصفا والمروة ادعي بما شئت. وحين تبلغ بين واحد جوج المصابيح خضار، المصباح الخضر المصباح الخضر جاو في الوسط، هذيك تما غتهرول. شنو غتهرول؟ تسرع تسرع في المشي بحال اللي عملنا في 3 الأشواط الأولى د الطواف. هذا بالنسبة للرجال. النساء ما عندهم لا اطباع ولا هرولة، لا. وهكذا مع 7 أشواط. عند نهاية الشوط السابع، فين كيتقضى الشوط السابع؟ كيتقضى في المروة، لأن بدينا الأولي بدينا في الصفا، تقاضى في المروة، عاود رجعنا من المروة من الصفا هذا الثاني، من الصفا المروة الثالث، وهي مشى المشية واحد والرجوع واحد. حين كتقاضى الشوط السابع في المروة كتقص الشعر ديالك من جميع الجهات، كتبدا من اليمين، والمرأة كتاخذ من الشعر ديالها قدر أنملة وشوية منه، وبهذا تتم عمرتك أخي الحاج. هذا لمن دخل بالتمتع. وبعد ذلك كتمشي للبيت ديالك وتخلع الملابس الإحرام، ويحل لك كل شيء. كل شيء كيصبح عليك حلال كأنك عادي في بلادك، وكتقضي الوقت ديالك في عبادة الله، وكتحافظ على الصلوات في المسجد الحرام. راه الصلاة فيه تعادل 100,000 صلاة في غيره من المساجد. وتبقى على هذا الحال إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية. تما كتبدا فريضة الحج، تما كتجدد مرة أخرى الإحرام، كتغتسل وكتلبس الإحرام من جديد في البيت ديالك، وكتلبي.
هاد المرة اش كتقول؟ كتقول لبيك اللهم حجة. وكتشرع مرة أخرى في التلبية، والتلبية ما كتقطعش حتى ترمي جمرة العقبة يوم العيد. في اليوم الثامن من ذي الحجة كتوجه إلى منى، وكتصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا من غير جمع. كتقصر وما كتجمعش، كل وحدة كتصليها بوحدها. ثم كتبات في منى استعدادا للوقوف بعرفات، وهذا طبعا مع الإمكان. وفي اليوم التاسع من ذي الحجة بعد صلاة الفجر حين كتطلع الشمس كتوجه إلى عرفات خاشعا لله، وكتصلي فيها الظهر والعصر جمع تقديم قصرا بعد ما تسمع الخطبة، وبعد ذلك تتفرغ لعبادة مولاك بالذكر والدعاء. وحين كتغرب الشمس أخي الحاج ما تصليش المغرب والعشاء حتى ترجع وتوصل للمزدلفة. حين كتوصل للمزدلفة كتصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وكتبات فيها مزدلفة حتى مطلع الفجر، وكتجمع الحصيات. وحين كيطلع الفجر كتصلي الفجر، وكتمشي لواحد جبيل مسمي المشعر الحرام، وكتستقبل القبلة وكتحمد الله وتكبروا وكتدعي بما شئت، مصداقا لقول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ثم تسير قبل طلوع الشمس إلى منى، فإذا وصلتها اذهب إلى جمرة العقبة، جمرة كبيرة، جمرة العقبة، وارميها ب7 حصيات متتالية. هذا النهار كنرميو غير جمرة واحدة، جمرة العقبة كنرميوها ب7 حصيات متتالية، وانت كتكبر مع كل حصى. كترمي الأولية الله أكبر، كترمي الأولية الله أكبر، كترمي الثانية، كل حصى كتكبر معها. من بعد كتحلق الرأس ديالك أو كتقصرو، والحلق أفضل. قال تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. نعم أخي الحاج، بعد ما ترمي الجمرة الكبرى كتكون تحللتي التحلل الأصغر. التحلل الأصغر، ما معنى التحلل الأصغر؟ هو كيحل لك الطيب، يمكن لك تعمل الطيب وتلبس اللباس العادي، إلا النساء باقي محرمين عليك حتى كتطوف طواف الإفاضة. الزوجة ديالك محرمة عليك تطوف طواف الإفاضة. ثم كنزل إلى مكة وكتطوف بالبيت طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج. وهذا الطواف هذا رد بالك ما فيه لا رمل ولا الطباع. ما كاينش ديك التعريه، شحال الناس جاهلين كيعريو، لا هذا كيكون في الاول فقط. اما هذا ما فيه لا ديك السرعه ولا الطباع. ومن بعد هيك الطوف هذا كيسمى طواف الافاضه. بعد كتصلي ركعتين خلف المقام وكتسعى بين الصفا والمروه بحال اللي عملتيه في مناسك العمره. وبهذا يحل لك كل شيء. حين كتعمل طواف الافاضه كيحل لك كل شيء، وكيتسمى هذا بالتحلل الاكبر. وكثر من شرب ماء زمزم لأنه شفاء لكل داء. أخي الحاج، يوم العيد غادي تقرب إلى الله تعالى ب4 أعمال، وهي رمي الجمرة والنحر والحلق والطواف والسعي. وهذا الترتيب هذا هو الترتيب. معنى كنرميو الجمرة، من بعد كنحرو، من بعد كنحلقو، من بعد كنطوفو ونسعو طواف الإفاضة. ولكن إذا قدمنا شي واحدة على أخرى، مثلا حلقنا قبل ما نحرنا، أو أخرنا الطواف والسعي حتى نزلنا من منى، كملنا نهار 13 هذا وهبطنا على عملنا طواف الإفاضة، لا حرج لا حرج، لا سيما مع الضرورة كيكونوا الناس عندنا عجزاء أو كيوقع مرض أو شي حاجة، لا حرج ولا شيء عليك. كتبقى في منى يومي 11 و12. يعني دابا نهار العيد هذاك جاز، ولكن موراه كنبقاو 11 و12. وكنرميو الجمرات الثلاث نهار 11 و12، كنرميو الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال. كنرميو الجمرة الأولى، ومن بعد كنرميو الجمرة الوسطى، ومن بعد كنختموا بجمرة العقبة. كل جمرة كنرميوها ب7 الحصيات ديالها، معنى المجموع 21. نهار العيد رمينا واحدة ب7. نهار ثاني عيد غادي نرميو 3 7 7 7. نهار ثالث عيد غنرميو 3 7 7 7. وإذا خرجنا نهار ديك الثاني 10 خرجنا من منى قبل ما تغرب الشمس لا شيء علينا. وإذا تأخرنا حتى غربت الشمس وجب علينا المبيت، نباتوا حتى نرميو الجمرات الثلاث في يوم الغد يوم 14. يوم 13 عاد يمكننا نخرج.
عملا بقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين، يومين شكون هما 11 و12، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر، يتأخر بعد غروب الشمس وبقى حتى نهار 13، فلا شيء عليه. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. ومعنى هذه الجمرات أيها الإخوة الكرام: الجمرة الأولى هو المكان اللي كان غادي تذبح فيه سيدنا إسماعيل. هو تما كان وسوس الشيطان سيدنا إسماعيل وقال له رب راسك، راه باباك غيذبحك. الجمرة الثانية المكان اللي وسوس فيه الشيطان للأم إسماعيل وقال له رب ابنك. الجمرة الثالثة المكان اللي وسوس فيه الشيطان لأبينا إبراهيم، قال له وحضروا من قتل ابنه، قال له إياك تقتل ابنك. فالله سبحانه وتعالى هداهم كلهم هداهم كلهم لأخذ 7 حصيات وضرب الشيطان بها. إذن احنا ما الاستفادة ديالنا من هذا؟ هو أنك أيها الحاج بهذا الرمي بهذه الحصيات راك كتعلن العداوة ديالك للشيطان. رد بالك، هذه هي النية، كتعلن العداوة ديالك للشيطان. ولكن هذه العداوة خصها تستمر إلى آخر لحظة من العمر. راه حنا حين كنعاديو الشيطان كنصبحوا أولياء لله سبحانه وتعالى، فادعوه، راه الدعاء ديالكم عنده مستجاب. وبعد رمي الجمرات غادي تنزلوا إلى مكة، وغادي تبقوا فيها تعبدوا الله سبحانه وتعالى وتتمتعوا بالصلاة في بيته الحرام إلى أن يحين وقت عودتكم إلى وطنكم، وغادي تطوفوا طواف الوداع وتودعوا به البيت. راه تخصيص بيت الله الحرام بالاستقبال في الصلاة والطواف، وتخصيص عرفة بالحضور مرة في السنة في جزء من الليل والنهار، والنزول بالمزدلفة ليلة يوم العيد، ورمي الجمرات، ولزوم المبيت بمنى. كل هذا يدعو المؤمن إلى التفويض لله سبحانه، والتسليم له في شرائعه، والتعظيم والتوقير لشعائره. وهذا هو اللي كيربي النفس على التحلي بمكارم الأخلاق والصبر والتحمل لما يصاحب رحلة الحج من المصاعب والمشاق. وكتوجد الحاج يتأهل ليكون من الفائزين ويعود بريئا من ذنوبه كيما ولدته أمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال أيضا: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والبرور الحج هو التخلية ديالو من سيء الأخلاق والتحلية ديالو بمكارمها. فهنيئا لكم حجاج بيت الله الحرام، إنكم ستفوزون بالرضا والرضوان والمغفرة والغفران. فلا تنسون معكم من دعاء الخير في تلك البقاع المشرفة. تذكروا إخوانكم المسلمين بالدعاء عند الطواف والسعي، وعند الوقوف بعرفات، وفي المزدلفة، وعند رمي الجمرات، وفي كل مكان مقدس. أيها الإخوة الكرام، بعد ما عشنا لحظات عظيمة مع مناسك الحج والعمرة، غادي نحاول نخصص هذه اللحظة المتبقية لزيارة المسجد النبوي. راه جرت العادة أن كل من حج البيت الحرام قام بزيارة المسجد النبوي، ولكن هذه الزيارة خصنا نفهموا أنها لا تعد من شعائر الحج والعمرة، وإنما هي عبادة مستقلة تشرع في سائر الأوقات، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الرسول، والمسجد الأقصى. فمن حج ولم يزر المدينة فحجه صحيح. وإنما جرت العادة أن تكون زيارة المدينة مرتبطة بموسم الحج. علاش؟ لأن الناس كيصعب عليهم يخصوا المدينة بسفر. أنا باش نمشي نزور المدينة ونجي راه صعيب لمشقة الأسفار، لذا فهم يجمعون بين الحج وزيارة المدينة، بما أنهم قرابين من بعضهم أرى نعملهم مع بعضهم. فزيارة المدينة لها آداب يجب احترامها أيها الحجاج. راكم نزلوا في دار الهجرة حيث قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وغادي نحلوا ببلد هي خير البقاع بعد مكة وأشرف الأماكن، كما قال في حقها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. فاعرفوا حقها وعظموا قدرها وارعوا حرمتها وقداستها يا عباد الله، وتأدبوا فيها بأحسن الأداب. واعلموا أن الله قد توعد كل من أذنب فيها وظلم بأشد العذاب، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث،
من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه مسلم: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل هذه البلدة بسوء، يعني المدينة، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. رواه مسلم. فمن قصد المدينة لزيارة المسجد والصلاة فيه فقصده مبرور وسعيه مشكور، ومن قصدها بنية زيارة القبور والاستغاثة بالمقبور فقصده وفعله مردود وغير مقبول. حافظوا على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة فيه مضاعفة، كما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. أخي الحاج، المسجد النبوي كغيره من المساجد، دخلوا برجلك اليمنى وادعوا فيه بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم حين تدخل. قل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وحين تخرج قل اللهم إني أسألك من فضلك. فإذا دخلت المسجد يسن لك أن تصلي ركعتي تحية المسجد، وإذا كانت في الروضة أفضل، لما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فتأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند زيارتكم لمسجده، والزموا الأحكام الشرعية، وإياكم أن تدنسوا هذه الزيارة بالبدع والخرافات. بعد صلاة الركعتين تذهب للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر، وليكن سلامك على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بأدب وخفض صوت. رأى الحرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. ولا ينبغي إطالة الوقوف والدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ عظيم، لأنه لا يشرع الدعاء عند القبور، لأن ذلك بدعة ووسيلة إلى الشرك. ما تبتش على السلف الصالح رضوان الله عليهم أنهم كانوا يدعون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلموا عليه، بل كانوا يسلمون ثم ينصرفون، واللي بغى يدعو الله يستقبل القبلة ويطلب ربه، لأن قبلة الدعاء هي الكعبة المشرفة ماشي هي قبر الرسول. فانتبهوا لهذا جزاكم الله، واحذروا من كل البدع كالتمسح بالجدران والقضبان المحيطة بالقبر والتبرك بذلك والمسح على الشباك وتقبيل، هذا كله من الشرك يا عباد الله. حتى بدأوا صاروا الناس كيحلفوا حق الشباك ديال النبي، هذا الشرك بالله يا عباد الله. من البدع كذلك أن الزائر كيبدا ينقل السلام ديال الناس إلى رسول الله، وهذا خطأ. راه خصو يعرف كل مسلم أن الصلاة ديالو والسلام ديالو على النبي صلى الله عليه وسلم راه كيوصلوا في طرفة عين وانت في مطعك بلا ما تبلغوا مع الحجاج. ذلك لما رواه النسائي وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. ويكفاك هذا، عاش ما تبلغ السلام ديالك مع شي واحد. عند زيارتك لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم تقف أمام قبره مستقبلا للقبر فتقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أشهد أنك رسول الله حقا، وأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عن أمتك أفضل ما جزى به نبيا عن أمته. ثم تأخذ ذات اليمين قليلا وتسلم على أبي بكر الصديق وتترضى عنه، أي تقول رضي الله عنه وتدعو له. ثم تأخذ ذات اليمين قليلا أيضا وتسلم على عمر وتترضى عنه أيضا وتدعو له. ومن المساجد التي تشرع زيارتها في المدينة كذلك مسجد قباء بنية الصلاة فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان كيزوره يوم السبت وكيصلي فيه ركعتين. عن ابن ماجه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان له أجر عمرة. كذلك تشرع زيارة أهل بقيع الغرقد وشهداء أحد للسلام عليه والدعاء لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته، هذا بالنسبة لقباء، لا بالنسبة للبقيع كان صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا:
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. هكذا ورد في صحيح مسلم. فاتقوا الله ربكم وأخلصوا له العبادة يا عباد الله، وأنتم تقتدون بنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم حتى تكون أعمالكم مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. فاللهم يا إلهنا، إنا نسألك أن تعلمنا حدودك، وترزقنا العمل بما يرضيك، وتوفقنا لما تحب وترضى، وتجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين، وتتقبل منا صالح الأعمال، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك أن تتقبل من حجاجنا أعمالهم، وتهدينا وإياهم إلى سواء السبيل. اللهم يا إلهنا، اجعلني وإياكم من زوار بيته الحرام. اللهم اجعلني وإياكم من زوار بيته الحرام، ومن الواقفين على أرض عرفات، والرامين للجمرات. اللهم وفق حجاجنا الميامين لأداء فريضتهم على الوجه المطلوب، واجعل حجهم حجا مبرورا، وسعيهم سعيا مشكورا، وذنبهم ذنبا مغفورا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم يا إلهنا استجب دعواتنا واقض حوائجنا واشف ضرنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين.